كونسبت رقم 7 diminishing return، يعني تدهور العائد. مش مهم المعنى بالعربي، المهم ان ده كونسبت وإفكت بيحصل في كل الادفيرتايزنج بلاتفورمز. في اي ادفيرتايزنج انت هتعمله لشركتك لازم هيحصل diminishing return في او على السبند اللي انت بتصرفه في تشانل معينه. فتلاقي مثلا انك بتصرف 1000 جنيه يجي لك 1000 اوردر، ال1000 جنيه التانية تجيب لك 900 اوردر، ال1000 جنيه العشرة تجيب لك 100 اوردر. الفكرة بقى ان احصائيا في نقطة محددة على كيرف معين تقدر تقول لك امتى المفروض توقف سبيندنج في تشانل معينة وامتى المفروض تزود سبيندنج في تشانل معينة. ونفس الحاجة او التول اللي هتبقى بتمكنك تعمل ده هتبقى بتقارن لك بقى ما بين كل التشانلز، فهتبقى بتقول لك في الاخر شيل من البادجت اللي هنا، حط على البادجت اللي هنا، وزود ده شوية وقلل ده شوية، عشان الديمينيشنج ريتيرن ما يبقاش ضدك وما يبقاش بيخسرك في كل تشانل على حدة. فمجموع التشانلز كلها اللي هو مجموع التشانلز دي اللي هي جزء من الماركتنج ميكس اللي كنا بنتكلم فيه في الكونسبت رقم 4 على ما أذكر يتحقق. فساعتها تبقى قادر تعمل اناليسيز استراتيجية على البيزنس بتاعك وتاخد قرارات استراتيجية أقوى من إنك تبقى بتبص على اتريبيوشن أو نسب مباشر درجة الاكيوريسي بتاعته هتبقى ضعيفة جدا. فاللي تحطه في دماغك انك كل ما هتعمل انفستمنت في حاجة نسبة العائد بتقل. ده معناه انك محتاج تشكل وتنوع ما بين الشانلز اللي انت بتinvest فيها عشان فرص او سرعة وصول كل تشانل فيهم لنقطة الديمينيشنج ريتيرن تبقى ابعد، وبالتالي تبقى عارف تلم خير من كل الشانلز المتاحة.